من مكاسب الماتش النهارده بعيدا عن الثلاث نقاط ان هم اهم حاجه يعني النهارده عوده احمد عبد القادر من اللعيبه اللي هتفرق مع النادي الاهلي الفتره الجايه. مميز، سريع، قوي، بيعرف يعدي بالكره واحد على واحد. لا ده مش واحد على واحد، واحد على اتنين. الكره اللي قدامك دي النهارده عبد القادر استلمها ودخل رقص واحد والتاني عادي جدا، مفيش اي مشكله. الكواليتي ده مش موجود ان انت تستلم وتخش ترقص واحد والتاني من لا شيء، تعمل حاجه من كوره ميته، تعمل لها طعم وتعمل لها شكل وتعمل لها خطوره. اخد واحد والتاني ودخل وعدل ورفع وشه وعمل كروس باص ولا اروع لاشرف بن شرقي اللي اتصرف فيها بطريقه مش كويسه. كان ممكن يبقى في افضل من كده، كان ممكن تخلي احمد عبد القادر عامل اسيست عالمي النهارده. انا من وجهة نظر احمد عبد القادر من اهم الاجنحه اللي موجوده في النادي الاهلي. الكابتن عماد دلوقتي في المؤتمر الصحفي قال هو كان المفروض يلعب معاه الماتشات اللي فاتت لكن جاله شد في الخلفيه. اتمنى ان احمد يحافظ على نفسه الفتره الجايه شويه عشان هو لعيب مميز هيفيد النادي الاهلي، وهو كمان يستفيد لانه داخل على تجديد عقد، والنادي الاهلي محتاجه فنيا في ارض الملعب. بالتوفيق لاحمد عبد القادر، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله، ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي في اللي جاي لان هو قادر ان هو يعمل اضافه. اتمنى ان هو يركز في الماتشات الجايه.